تخيل إن الفيديو اللي أنت بتتفرج عليه دلوقتي ده مش معمول بإنسان ولا حتى بفريق ولا بمخرج، تخيل إن اللي عامله AI، والأسوأ إن دي مجرد البداية فقط. بص بقى يا سيدي، النهارده مش هكلمك عن تحديث جديد ولا عن موديل أسرع شوية. النهارده هحكي لك عن حرب طاحنة شغالة في صمت كده، بس نتائجها هتغير الإنترنت اللي أنت تعرفه للأبد. وخليك معايا للآخر عشان آخر دقيقة هجاوبك على سؤال محدش حابب يسأله دلوقتي: ميتا بدأت تختبر تطبيق اسمه ميتا فيبس. وهنا لازم نقف شوية، ده مش تيك توك ولا انستجرام، ده فيد كامل لمحتوى معمول بالذكاء الاصطناعي بس. فيديوهات قصيرة بضغطة تقدر تعمل ريميكس، وكل فيديو تقدر تعيد إنتاجه من جديد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المحتوى بقى حيوي جدا، يقدر يستنسخ ويتحور ويعيش لوحده كده. ميتا هنا مش بتعمل ميتا آب، لأ دي بتبني نظام بيئي كامل. المبدع فيه مش شرط يكون إنسان خالص. وعلى الناحية التانية بقى جوجل بتلعب لعبة أخطر جدا. لو فاكر إن جوجل بتنافس في الفيديو بس، فأنت فاهم اللعبة غلط تمام. جوجل أطلقت بروجكت جين، وده تقدر تكتب له سطر كده أو تحط صورة، وفجأة بوم أنت جوه عالم كامل. مش فيديو لأ، ومش أنيميشن حتى، عالم تفاعلي تتحرك فيه وتتحكم فيه براحتك خالص. شخصيات بتفهم المكان، فيزياء واقعية جدا. جوجل مش حابة ان هي تنتج لك فيديو خلاص، جوجل عايزة تحطك جوه الفيديو نفسه، عايزة تحطك في قلب الفيديو. وعندنا برضو في الخلفية فيو 3.1 بيتحسن في هدوء كده، وشوية واقعية وحركة طبيعية ودمج قوي جدا. النوع ده من التطور ما بيظهرش فجأة كده وخلاص، بيكون شغل آلاف المطورين في الخلفية، ولكن لما بيظهر بيبقى صعب جدا على الشركات الناشئة إن هي تلحقه. وفي الناحية التانية بقى عندنا اوبن اي اي تحت الضغط ده. خليني اقول لكم الحقيقة بصراحة، اوبن اي اي لما نزلت صورة هزت الدنيا كلها، ولكن دلوقتي الارقام بتتجمد، والسبب في ده منافسة من كل اتجاه، بالاضافة للقيود على الشخصيات وتطبيقات اي اي اجتماعية بتطلع اسرع من اي وقت تاني. ولحد دلوقتي اوبن اي اي ما عملتش اعلان عن تحديث جديد، ما فيش اعلان ضخم، ما فيش صورة 3. وده معناه ايه بقى؟ مش ان اوبن اي ضعفت، لكن الصدارة ما بقتش مضمونة. الملعب كبر واللاعبين زادوا. اما بقى في الناحية التانية فعندنا شركة رانوي، تحس ان رانوي بيضرب من تحت الحزام كده زي ما بيقولوا، وسط كل الدوشة اللي شغالة دي والحروب الطاحنة، الا ان في لاعب هادي كده بس ضربته تقيلة جدا. دلوقتي رانوي جين 4.5 بقى احسن في الحركة والوزن والاحساس كمان. فيديو تحسه كده متصور، يعني مش متولد بالذكاء الصناعي. وده حصل مباشرة بعد انتقالهم السريع لمنصة نيفيديا الجديدة. ده معناه ايه بقى؟ ده معناه حاجة خطيرة جدا، النسخة الجاية ممكن تسبق الكل بخطوتين ثلاثة كده. أما بقى عن ميد جيرني، فتحس إنها عايزة تقول لجمهورها أنا مش بجري ورا الكل، لأ، أنا عندي ستايل واضح، انمي هوية قوية. لسه تحديث في 7 مسيطر، لكن الناس كلها مستنية تحديث في 8. وهنا الخطر الحقيقي بقى، لو جمعت كل اللي فات ده هتلاحظ حاجة مرعبة جدا. محدش فيهم بيحاول يعمل نفس الحاجة، كل واحد بيحتل حتة مختلفة كده من مستقبل الإبداع: سوشيال، عوالم، سينما، فن. وده يقودنا لسؤال مهم جدا اللي محدش عايز يواجهه لحد دلوقتي: لما الذكاء الصناعي يبقى هو بينتج وبيخرج وبينشر، احنا دورنا هيبقى ايه بقى؟ هل هنفضل صناع ولا هنشتغل موجهين ليه فقط؟ ولا هنبقى مجرد جمهور بيتفرج عليه وخلاص؟ اكتب لي بقى رأيك في التعليقات، علشان المرحلة الجاية مش محتاجة متفرجين ساكتين. اللي جاي مش تحديث، اللي جاي إعادة تعريف لمعنى كلمة مبدع. وفي النهاية ما تنساش تتابعني يا صديقي، علشان أنا أحمد يحيى بقدم لك كل جديد ومفيد في مجال الذكاء الاصطناعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.